محدش يقول لي الاكله دي مش هتنفع من غير زيت. دي بقى هتطلع احلى من ام زيت. تحفه يا بنات، خطيره. هاتي البوله بتاعتك ونزلت بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، وعليهم واحدة كده من الفلفل الرومي الاحمر الحلو. فرمتها كويس ونزلت بيها، وعليهم كوبايه من عصير الطماطم المعصوره ومتصفيه، وعليهم 3 معالق كبار من الخل، وعليهم عصير ليمونه كبيره، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه صغيره من البابريكا. بس كده، احنا مش هنحتاج فيها اي حاجه تاني. نديها بقى تقليبه حلوه قوي بالشكل ده كده، ونركنها على جنب بقى، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. عظمه. هنا بقى انا كنت جايبه بتنجانيه رومي وبطاطسايه وفلفل. طبعا الفلفل ده لازم يبقى فيها حامي، الاكله دي بالذات لازم يبقى فيها فلفل حامي. بس طبعا لو مش حابه ممكن تحطي يعني حاجه بسيطه منه. طبعا انتوا عرفتوا انا هعمل ايه. انا هعمل مسقعه بالميه والملح، حاجه كده خطيره، احلى من ام زيت. اللي هيعملها مش هيبطل يعملها كده تاني، خفيفه وخطيره. اول حاجه انا جبت البتنجانيه وقطعتها بالشكل ده. بنشيل العنقود بتاعها الاخضر دوت، وبعد كده بنقطعها بالطول، بنقشرها الاول. طبعا اللي مش حابب يقشرها براحته، انا بحب يعني اقشرها نص تقشيره. وقطعتها بالشكل ده، وقطعتها مكعبات بالشكل ده. انزل بقى بيهم، اللي قطعه انزل بيه على طول. انا عملت واحده بس، طبعا انتوا حسب كميه الافراد اللي هتاكلها. وجبت برضو بطاطسايه وقطعتها برضو مكعبات، بس عايزاها مكعبات تبقى صغيره شويه عشان البطاطس بتاخد وقت غير البتنجان. وقطعت برضو فلفل رومي وفلفل حامي. طبعا عايزه تكتري في الفلفل الرومي شويه براحتك، عايزه تقللي براحتك. انا عملت واحده بس كترت من الفلفل الحامي. احنا عندنا بنحب الشطه، يعني بنحب الفلفل الحامي. قطعت كده بالشكل ده، وانزل على باقي الخضار، واقلب بقى الخضار ده كله في الصوص اللي انا عاملاه. قلبته بالشكل ده كده، اركنه بقى على جنب. ونجيب بقى الكيس الحراري. الكيس الحراري ده يا بنات هيطلعه لنا مستوي وخطير، هتبقى كأنها مشوية. بصوا، فتحته بالشكل ده كده. نحاول ان احنا نطبقه كده شوية لبره، عشان ايه ما يتقلبش معانا واحنا بنحط الخضار بتاعنا. نزلت بالخضار، ونزلت بقى بالباقي التتبيلة بتاعتي، واربطه بالشكل ده كده. وابتدي اخرمه اخرام بسيطة، يعني اعمل فيها خرمين او 3 كده في الكيس بالسكينة، عشان ما يفرقعش مننا في الفرن. وهدخله الفرن على اعلى درجة حرارة. هيقعد معاكم ساعة واحدة بس يا بنات. وتعالوا بقى نشوف الجمال. بصوا بقى الحلويات. صدقوني يا بنات، احلى بكتير من ام زيت. خفيفة جدا. الناس اللي بتتعب من الزيت اعملوها، هتعجبكم جدا. شايفين الجمال؟ خطيرة. وريحتها كانت رهيبة. انا مش هبطل اعملها بالطريقة دي تاني. بصوا البطاطس مستوية حلوة جدا. شايفين الجمال؟ تحفة يا بنات، اعملوها هتعجبكم وهتعجب ولادكم. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم وبألف هنا.